خبر عن المعلم المصري القديم. أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ونبدأها بالخبر التالي بجريدة أخبار اليوم. بدأ المتحف المصري بالتحرير في مشروع ترميم اللوحات الخشبية الخاصة بالمعلم المصري القديم حيسراع المعروضة بالطابق الأرضي بالمتحف، وقد تم اكتشاف مقبرته عام 1912 ميلادية. وبالمقبرة لوحات خشبية محفورة بإتقان منذ عهد الدولة القديمة في مصر، ولا تزال بحالة جيدة. تظهر صورة حيسراع على ظهر عملة 200 جنيه، وهي عبارة عن تمثال لرجل يجلس ويضع على ساقيه ورقة من البرد، ويمسك في يديه أدوات الكتابة. تسيطر عليه ملامح الوقار، إلا أن الكثيرين لا يعرفون أن ذلك الرجل رمز للمعلم المصري القديم، حين كانت مهنة الكاتب المعلم من أرقى المهن. لسنوات طويلة في عهد قدماء المصريين كان الحكيم ينصح ابنه ويقول له: كن كاتبا، لأن مهنة الكاتب المعلم تسمح لمن يمتهنها بالوصول لأرقى المناصب. كان المدرسون يحثون طلابهم على الإقبال على التعليم بكتابة المقالات البليغة التي يشرحون فيها مزاياه. إما المعلم فقد مارس دوره التعليمي في مدارس ملحقة بالمعاهد يلتحق بها الأولاد والبنات دون تفرقة لتعلم الكتابة والحساب والرسم، وفي مرحلة متقدمة يلتحق بجامعات كبرى تسمى برعنخ أو بيت الحياة. ومن الجدير بالذكر أن العالم الجليل الطبيب حيسراع كان من أقدم المعلمين، حيث كان أحد كبار رجال الدولة في عصر الملك زوسر من الأسرة الثالثة بالدولة القديمة، كما يعد أول طبيب في التاريخ له لوحة خشبية، وتتميز مقبرته بلوحات مختلفة مصنوعة من الخشب صور عليها حيسراع في هيئات مختلفة مصحوبة بألقاب، ويعرض منها 3 لوحات بالمتحف المصري.